السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم، وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. غبت عليكم كتير، لكن النهاردة فيديو مهم جدا جدا جدا. النهاردة فيديو تسليم أصوص من الحمام اللاحم، أولاد الحمام بختم الشركة الفرنسية مباشر. في مباشر وفي غير مباشر، تمام؟ يعني جيل أول وفي أجيال تانية بعد كده. لكن طبعا هنبدأ في الأول نقول اسم اللي هو شرفني. مش هنقول ان هو اشترى مني الحمام، هنقول ان احنا بنتعاون مع بعضنا، لان انتوا عارفين ان انا هدفي قبل اني ابيع الحمام اللي هو بختم الشركة الفرنسية او اللي هو الحمام الاستيراد، اني انا انشر الحمام ده في مصر. انا عايز كل الناس تجيب من الحمام ده، سواء مني من صاحب المزرعة اللي هيشتري مني، اللي انا هقول لك اسمه دلوقتي، مزرعة الاستاذ محمود سعد، صاحب مزرعة ابو اسكندر واياد. ابو اسكندر واياد للحمام اللحم الفرنسي، موجودة في البحيرة، في محافظة البحيرة، دمنهور، ابو الريش. تمام كده؟ زي ما قلت لك، انا مش مهم عندي ان ابيع، المهم عندي ان انا اشوف اللي هيحافظ على السلاله، اللي هياخد مني السلاله ويحافظ عليها، وبساله انت وبشوف هو فاهم الموضوع ايه وازاي. حتى ممكن تساله، يعني الناس اللي تعرفه تساله، يعني انت لقيته فاهم الموضوع خلاص بدات ابيع له. لكن مش اي حد ان انا ببيع له من الحمام اللحم الاستيراد. وطبعا حضراتكم فاكرين ان انا كنت في البدايه بقول وبنصح الناس اللي يشتري حمام بختم الشركة ده ما يبيعش إلا لما ينتج عنده ويطلع الأجيال الأولى يسيبها لنفسه. لكن مع الراجل ده أنا ما أعرفش بصراحة، أنا كنت سايب الأصوص دي لنفسي، ما أعرفش هو عمل لي إيه. فأنا أقنعني إزاي إن أنا أبيع له الأصوص اللي هي أنا كنت سايبها لنفسي دي، أقسم بالله، عشان إن أنا أبدأ أبيع من ولادهم وأكتر الإنتاج. لكن هو أنا فكرت فيها بطريقة تانية، إن لما أسلمه الحمام ده ابدا اجيب تاني من الشركه الفرنسيه نفسها، او من الحمام اللي هو بختم الشركه الفرنسيه تاني ان شاء الله لما الاستيراد يفتح. طبعا حضراتكم عارفين احنا بنجيبه من الكويت، تمام؟ لكن لان ما بنعرفش نجيبه من فرنسا، والموضوع ده انا شرحته كتير، موضوع يطول شرحه يعني. لان الشركه الفرنسيه بتشترط انك تجيب دلوقتي 250 جوز، ورقم كبير يعني، محتاج لك 2 مليون عشان تدخل بهم حمام، تمام؟ لو هتجيب اللي عايز يجيب من الشركه الفرنسيه نفسها. وطبعا هتلاقي الوقت واحد داخل لي كاتب لي في التعليق الشركه الفرنسيه مين؟ الشركه الفرنسيه ده هم 5 شركات، لا 30 شركه، واحد بيكاتب لي ان هم 30 شركه. لا طبعا هي شركه واحده. احنا بنتكلمش عن مزارع، بنتكلم عن شركه كيان كبير، في علماء، في معامل بتحلل جينات، بتحلل صفات وراثيه، بتعرف الكلام ده كله، وهي اللي بتطلع الحمام الجدود. وعلى فكره هي مش شغاله في الحمام بس، الشركه الفرنسيه مش شغاله في الحمام بس، لا هي شغاله بط ووز وديوك رومي وكل حاجه. الشركه الفرنسيه دي شركه جيري مود. لا واحنا طبعا موقع الشركه متاح على الانترنت، اللي عايز يتواصل معاها يتفضل نبعت له اللينك بتاعها. احنا عايزين نملي مصر بالحمام اللحم، ما بنبخلش على حد في حاجه. لكن ما يجيش واحد يطلع لي يقول لي لا اصل هم 30 شركه، لا هم بياخدوا من الشركه دي. حضرتك بياخدوا من الشركه دي، ممكن تقول عليه مزرعه، ممكن تقول عليه مربي على قده زينا، لكن ما تقولش عليه الشركه. يعني ما تبقاش شركات، انت اشتريت من حد ما تقولش عليه شركه. لكن هي الشركه دي هي الشركه الام، احنا بنقول عليها، تعالى نقول عليها ان هي الشركه الام اللي بتعطي للكل، تمام كده؟ فالتاني ممكن تقول عليه موزع، تقول عليه مربي، تقول عليه مزرعه، قول عليه زي ما تقول، لكن ما تقولش عليه الشركه الفرنسيه. الشركه الفرنسيه اللي احنا بنتكلم عليها شركه واحده، واللي عايز اللينك بتاعها يتفضل نبعت له اللينك بتاعها، لو يقدر يدخل الحمام مصر يبقى جزاه الله خيرا. طيب هنحب نوضح حاجه بس للناس اللي هي ما كانتش معانا من زمان، يعني الناس الجديده اللي لسه اول مره تشوفنا، او اول مره تسمع معنا كلمه جيل اول. يعني ايه زغيل جيل اول؟ ده حمامه من الحمام اللي هو الجدود، او الحمام بختم الشركه الفرنسيه. نشرحها تاني، شرحناها قبل كده معلش، عشان برضو الناس اللي هي لسه جديده. ده اللي هو انا ببيع منه دلوقتي. هي على فكره مش هتفرق كتير في انتاج الزغاليل وكده، لكن لازم تفهمها برضو. عشان ايه؟ مش كل واحد بيطلع على الفيسبوك بينزل حمامتين من الحمام المصري، او حتى مش مهم نقول مستواهم ايه ولا ايه، المهم يقول لك انا حمام جيل اول، بيبيع حمام جيل اول، ما اعرفش جاله منين. معنى ان انت بتبيع حمام جيل اول ان يكون عندك الاهالي بختم الشركه الفرنسيه، يعني ولاد الحمام بالختم اهو، الختم ده
تمام. عندك الحمام بالختم ده ولاده هي اللي هتبقى اسمها جيل اول. ما عندكش ده، اشتريت مني من ولاد ده، يبقى انت هتبيع جيل تاني. ده الكلام ده بنقوله برضو للاستاذ محمود سعد، يعني اللي انت هتبيعه من اللي انت هتاخده ده اسمه جيل تاني، ما اسموش جيل اول. جيل اول يعني ابن الحمامه دي بس. تاني الجيل الاول اللي هو ابن ده، ابن الحمام بالختم ده، الختم اللي تحت الجناح. ناس كتير ما شافتوش، احنا قبل كده صورناها عن قريب، لكن طبعا مش عايزين الناس اللي بتاخد لقطه شاشه ويقول ان هو انا متصور مع الحمام اهو. اي حد يقول لك عندي حمام جيل اول وهبيع لك جيل اول، قول له يطلع لك بالفيديو كده يسلمك بالشكل ده. خلاص، يبقى هو عنده الحمام جيل اول، فرخ منه، عنده الحمام بالختم، فرخ منه، باع لك من ولاده، ده اللي هو اتقال عليه جيل اول. غير كده ما تقولش جيل اول. ما عندكش ختم يبقى ما تقولش جيل اول. انا هبيع من ولاده اقول لك جيل تاني، زي ما انا بايع للراجل ده، انا بايع له منه الجيل الاول وبايع له حمام تاني. هو برضه مميز له، هو عارف اخد ايه وعارف اخد ايه، اخد ده واخد ده. تمام. ف مهم قوي 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 الحته دي، وانا بوصي الاستاذ محمود سعد زي ما انا سلمتك بدبل، كل حمامه بدبلتها برقم بتاريخ ميلادها، تاريخ فأس الزغلول يوم ايه، يعني رقم الدبله كذا، فأس يوم كذا، فأس كل حمامه. هو طبعا اخد حمام شغال مش اخد زغاليل، اللي انا كنت سايبه لنفسي زي ما قلت لك في بدايه الفيديو. طبعا احنا لسه طبعا هوريكم الحمام اللي هو اشتراه، هصوره لكم يعني كفيديو تسليم، وللناس برضو ازاي ان هي تشتري برضو تبقى عارفه ازاي. لكن برضو الناس اللي هي بتحب ايه، يعني مش عايز اقول ان هي تناكف فيا او يسموها ايه، الناس اللي بتحب تشكك. طب ايه الميزه، يعني هي حمام اتقل، يعني زغلول بيطلع زغاليل اكبر، طب الوزن قد ايه؟ كلمه كتير بنسمعها، الوزن قد ايه؟ فهي مش حكايه الوزن، انت ممكن يكون عندك وزن اتقل، ممكن يكون عندك وزن اتقل من حمام البيور بولاد الاستيراد، لكن ما هيبقاش فيه ميزه عضله الصدر دي، ومش هيبقى بيور، يعني ممكن يتاخر عندك في الشغل، ممكن مفيش فيه اللحم ده، هتلاقي هيكل كبير وعظم على الفاضي. صدقني هي ميزه انت مش هتعرف. يعني انت مثلا انت هتشتري من الاستاذ محمود بعد كده زغاليل، هو هيبيع زغاليل ان شاء الله، ربنا يوفقه ويعمل مشروع كبير، وان شاء الله نشوف الافتتاح بتاعه قريب. لكن انت هو يبيع زغاليل، انت هتعرف، انت شاكك في اللي انت هتشتري منه هو او اي حد تاني او انا، هتعرف من الزغلول ذات نفسه. انا هوريك دلوقتي زغلول من السلاله المحلي وزغلول من ابن الحمام الاستيراد، هتشوف الفرق. مش هقول لك مش هنوزن ولا بالوزن ولا بالعمر، هتشوف ميزه عضله الصدر اللي هي في الاستيراد اللي مش موجوده في الحمام التاني. وبعد كده هنروح نصور للاستاذ محمود ولحضراتكم اللي هي تسليم الحمام. نقول ايه، بسم الله ما شاء الله. ده الزغلول ابن الحمام الاستيراد، شايفين هنا مفيش ايه، العظمه اللي في النص مش ظاهره خالص اهوت. تمام، اهو في عظمه هنا، مفيش العظمه اللي في النص اللي بتكون البارزه بتبقى في الحمام بتاعنا. طب هشوف زغلول تاني بقى من الحمام بتاعنا، يا رب الاقي زغلول في نفس العمر ده عشان تشوفه. ممكن يكون اتقل، لكن كميه اللحم اللي فيه مش هي اللي في ده. هتلاقي اللحم بتاع ده ماسك من هنا من تحت الصبع كده، لو ضغطت هنا هتلاقي كل ده لحم، هتلاقي كل ده لحم اللي هو بين صباعيني دول، كل ده لحم. بعكس الحمام بتاعنا اللي مفيش فيه الميزه دي، العظمه بتاعت الحمام بتاعنا هتلاقي العظمه في النص كده بارزه. جيب لك زغلول من الحمام بتاعنا. دول الزغلولين اهم، ده اهو العظمه باينه فيه، ده المحلي، السلاله المحلي. تعالى ده ابن الاستيراد. تمام اهو، ايضا الفرق باين واضح جدا. العظمه هنا مش باينه، العظمه اللي في الصدر مش باينه خالص نهائي، وده العظمه باينه خالص اهيت في النص مسيف اهو، يعتبر مش مسيف مريض، هو كده الحمام بتاعنا كله كده، قد تختلف من فرد لفرد اهو. زائد ان هو سرعه التحويل، ده بيكبر اسرع، ده بيكبر اقل، يعني الوزن بتاعه بيزيد ببطء، لكن ده سرعه التحويل بتاعته اعلى. سرعه التحويل غير كفاءه التحويل، باين من الحجم ان ده يعني هما الاثنين حضان واحد، والاهالي اللي بتاكل ده هي اللي بتاكل ده، هما الاثنين متحضن بيضهم تحت حمام تاني غير اهاليهم، متحضنين مع بعض في عش واحد. لكن ده ابن استيراد وده اللحم العادي. يعني حتى حضرتك لو انت
ما انتش عارف انت بتشتري ايه، هتبص لعضله الصدر كده وتبص كده، ما حدش يبين لك ده ويقول لك ده ابن استيراد، لا هو ابن الاستيراد لازم يكون كده، حتى لو هو جيل 10 يكون فيه الميزه العضله دي. قرب تمام كده اهو، تمام كده، يبقى بالظبط زي ما حضرتك شايف. طيب تعالى على طول نصور الحمام للاستاذ محمود، وبعد كده نقدم نصايح للاستاذ محمود برضه، وهي نصايح، هو الاستاذ محمود يعني خبره في تربيه الحمام، ما فيش حاجه جديده عليه، لكن طبعا اللي انا عايز اقوله له ان انا محصن الحمام ده لمرض الروشه في شهر 9، يعني هو المفروض يحصن في شهر 3 الشهر اللي جاي، تمام كده. برضه لان الناس بتحصن في شهر 10 وفي شهر 4، انا بادئ 9 وفي 3، يعني بدات بدري شويه، عشان السنه اللي فاتت كان عندي دور كده، فطبعا ايه ربنا كرمنا ان شاء الله والحمد لله الدنيا ماشيه تمام، عشان ان شاء الله حصلنا والارزاق على الله. تعال نشوف الحمام ونرجع تاني. تعال هنبدا باول قص هنسلمه للاستاذ محمود. ده هو اول قص، هنقول جيل تاني مش هنقول جيل اول، تمام. هنبدا بالجيل التاني وبعد كده هنبدا بالجيل الاول. اهو معاه زغاليل ومحصي اول حصويه اهي، الفرد التاني اهو. طبعا السلكه دي صغيره لان انا شاري سلكات لسه ما استلمتها، ان شاء الله نستلمها قريب السلكات ان شاء الله، تمام. ده اول قص استلمه. هنشوف تاني قص. ده تاني قص اهو برضه من الجيل التاني، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. ده لسه على وش شغل ما شاء الله لا قوة الا بالله، المستوى واضح ربنا يبارك فيهم. طيب هنا كمان القص الثالث اهو، بسم الله ما شاء الله، القص الثالث من الجيل الثاني، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك فيهم، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. مستوى ما شاء الله واضح. ده قشر البيض، ده كان مع الزغاليل اللي صورته لك في الفيديو امبارح. طبعا بنجهز لشحنهم، فانا شلت الزغاليل اللي معاه تقريبا كانت عمره اسبوع. ده القص الرابع، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا هي عشان السلكة تحت على الارض فانا تعبان وانا بصورها، مش طايل اصور اكتر من كده، تمام، لكن واضح. طيب هندخل بقى على اللي هم ربنا يبارك فيهم ان شاء الله الجيل الاول. ده تحته حصى ان شاء الله هننقله كمان شويه بالليل كده ان شاء الله، ننقله نحضنه تحت حمام تاني عشان نجهز للشحن. الشحن هيبقى الصبح ان شاء الله. اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك. ده القص الاول، وطبعا ده اللي انا بعت لك ارقام دبالهم، ولسه هبعت لك برضو ارقام الدبال التانية ان شاء الله. ده القص التاني محصي اهو، ده اول شغله ما شاء الله لا قوة الا بالله، تمام كده. ده القص الثالث، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده برضو اول شغله، كلهم اول شغل يعني، لان لسه جايب الحمام من قريب. واللي بيسأل جيل اول ولا جيل تاني، انا ما طلعتش لسه، ما طلعتش اجيال تانية ان هي تشتغل يعني لسه، يعني جيل تاني اللي هم هيبقوا ولاده، ده اللي نقول عليهم جيل تاني خلاص. يعني ده جيل اول، ده جيل تاني، لسه اول شغل اللي هو الجيل الاول عندي يعني خلاص. فجيل تاني ده محتاج وقت، محتاج 6 شهور عما يطلع يبقى منتج ان شاء الله الزغلول ده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى دول الثلاث اسوس اللي هم الجيل الاول، وربنا يبارك لك فيهم ان شاء الله. طيب علشان محدش يقول انت ليه بتصور للاستاذ محمود او اللي بتصور لحد وحد تاني ما بتصورلوش، ده بيكون على حسب رغبة اللي بيشتري. في واحد عايز حاجته متدارية مش عايز حد يشوفها، وفي واحد عايز الناس تعرف ان هو اشترى من الحمام ده، عايز يبيع بعد كده بيبيع ازاي. الفيديو ده هيكون توثيق للاستاذ محمود، ان هو لما انت حضرتك تحب تشتري منه زغاليل تطلب منه الفيديو ده، او هتشوف الفيديو على قناتي هتعرف الاستاذ محمود خد مني ايه. لكن التاني هو حابب اللي انا ما صورتلوش، هو حابب محدش يعرف عنه حاجه، حابب يداري زي ما بيقول داري على شمعتك تقيل.
تمام كده. يبقى هو ده السبب اللي احنا عشان كده بنصور لناس وناس لا. هنا بقى وصيتنا للاستاذ محمود، اوصيك يا استاذ محمود ان انت ما تخلطش الحمام ده بالحمام بتاعنا اللاحم العادي. مهما يكون عندك سلاله نقيه، سلاله كويسه من الحمام المصري بتاعنا او المحلي، ما تخلطش ده بده. عايز تجدد دم، هتجدد دم برضه من ولاد الحمام الاستيرادي. يعني انت خدت من الحمام اللي انا جايبه السنه دي المره دي، السنه الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب حمام تاني جينات جديده، تحط من الاستيراد على الحمام الاستيراد، لكن ما تحطش من الاستيراد على المحلي. ما تضيعش السلاله ارجوك. وده اللي انا بقوله لكل الناس اللي بتشتري زغاليل من الحمام اللاحم او بيشتروا حمام لاحم استيراد ابن استيراد. تمام كده. فحافظوا على السلاله. وبعدين بقول له كمان وصيه برضه، انا مسلمك بدبله، الحمام بدبله بتاريخ الميلاد. عايزك تعمل كده، تجيب كراسه برضه، الزغلول اللي يفقس، الزغلول ده فقس يوم كذا، وبعد ما تلبسه الدبله تكتب جنبه لبس دبله رقم كذا. وما تيجي تبيعه بنفس الطريقه اللي انا باتي لك بيها. طبعا هو انت هتعمل الدبل باسمك انت مش باسم انا، لان عشان يبقى عارف ان انت اللي هياخد منك جيل تاني. طبعا احنا قبل كده صورنا فيديو للاستاذ محمود بالحمام ده، هو شافه قبل كده قبل ما يشتري وقبل ما يدفع فلوس. طبعا حضراتكم لما تكونوا شفتوا الفيديو ده هيكون الحمام وصل، وان شاء الله هنشحن له بكره، لكن الفيديو هيقعد كام يوم على ما ننشره. يعني ان شاء الله وانت بتشوف الفيديو دلوقتي يكون الحمام وصل بالسلامه ان شاء الله عند صاحب الحمام. بس كده يكون الموضوع النهارده خلص. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.